السلام عليكم على اجمل واغلى اخوات في الدنيا. هحكي لكم تجربه النهارده في مطعم حجوجه. لو نفسك او نفسك في اكل مصري فلاح على اصوله يبقى حجوجه. المكان هناك حلو قوي، والاكل بتاعهم تحفه وشكله يفتح النفس، غرقان كده بالسمنه البلدي والزبده الفلاحي والقشطه. عايزه اقول لكم ان المكان يستحق التجربه، والفيو بتاعهم كان جميل جدا اكتر من رائع. نيجي بقى على المنيو. المنيو بتاعهم حلو جدا ومليان كل حاجة ممكن تتخيلوها، بس انا هنا كنت مركزة على الحاجات الغريبة واقول لكم رأيي بكل صراحة. الاكل تحفة مفيش خلاف، كأنك بتاكل في بيتك بالظبط. ومش هقول انه بيتأخر لما المتر بيجيب الاكل، تلت ساعة بالكتير بيكون الاكل كله جاهز. بيفتح من الساعة 3 العصر، والدخول بيكون من قبل الساعة 3. امسكوا بقى المنيو وطلعوا كل اللي نفسكوا فيه. وهنشوف مع بعض الاصناف اللي طلبناها. وهنا كان كل حاجة عايزة اقول لكم ان مرسوم عليها اللوجو بتاع حجوجة. الاطباق عليها اللوجو ومفرش الترابيزة، وحتى الغلاف المتغلف بيه الشوك المعالق كله مرسوم عليه نفس اللوجو. ودي طبعا فكرة جديدة. هنا كان نزل بعد ما طلبنا الاكل نزل بالسلطات والطحينة، وبعدها نزل على طول بالشوربة. وده كان طاجن العكاوي بالبصل. وهنا كان نزل بطاجن ورق العنب بالكوارع. هقولكوا كل حاجة وهندوق مع بعض. وده كان صينية صغننة كده من الرقاق باللحمة المفرومة. وعايزة اقول لكم كمان هناك الرقاق بيكون محشي بالبط، لو عايزين تجربوه. وده كان الحمام، شكله تحفة وطعمه تحفة. الحمام من الاكلات اللي انا ما بفضلش اكلها برا في المطاعم، بس بصراحة كان طعمه جميل جدا، اكنك عاملاه في البيت بالظبط. وايه كمان، ودي كانت الملوخية. هبتدي هنا اطلع العكاوي كده من البصل. ما شاء الله كمية البصل كمية محترمة، مديها تسكيرة حلوة قوي للحمة. وكمان اللحمة ما شاء الله عليها دايبة في البصل كده. بصراحة ما كنتش عارفة اطلعها من كتر ما هي دايبة ولا امسكها بالمعلقة. طب ممكن انت وماما هنا كنت بطلع لكل واحد في الاطباق قطعة. عايز عكاوي؟ ما كنتش عارفة اطلعها من كتر ما هي دايبة فعلا في الطاجن. خلاص احنا هناكل اهو. الناس بقى اللي بيحبوا الاكل دايب جدا وغرقان كده في السمنة البلدي والزبدة الفلاحي. شايفين ما شاء الله كمية البصل محترمة، مدية تسكيرة حلوة قوي للحمة، ودايبة اهي زي ما انتم شايفين. هو ده اخر حاجة. طبقك يا رول. وهنا كنا طلبنا طاجن الرز المعمر بالقشطة الفلاحي، عليه كمية قشطة محترمة. وغرقان بقى بالزبدة الفلاحي. يستحق التجربة فعلا هناك. الرز المعمر بالزبده الفلاحي طعمه جميل جدا. هو الصوت ما هيجي، انت هتبقى الفيديو بقى بعدين. لا حمام. وهنا الحمام زي ما قلت لكم انا جربته في كذا مكان بره، ما حبيتوش غير اللي انا بعمله. وده بصراحه مش عارف امسك يا رورو بتاعي. وكنا طلبنا هنا بيبسي وستيفن. وهنا كنت بوزع عليهم كده الحمام علشان نبتدي في الاكل. وعايزه اقول لكم ان الملوخيه هناك طعمها تحفه، طعمها جامد. وطاجن ورق العنب بالكوارع. وده كان طاجن ورق العنب بالكوارع. ده بقى الكبير. عايزه اقول لكم ان الكوارع هنا دايبه دوب كده، والورق العنب واخد تطعيمه رهيبه، خامين المحشي بجد.
وهنا كنا بنفرد القشطة على الرز المعمر. ودي الكفتة. عايزة اقول لكم ان قسم المشويات هناك برضو طعمه حلو قوي. هنا انا كنت بجربها معاكم. ودي كانت تجربتي في مطعم حجوجة، وان شاء الله هكررها تاني وتالت ورابع. روحوا عند حجوجة هتتبسطوا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزه ادوق الحمام. الفيديو ده محذوف.